هنعمل النهاردة أشهى وأذكى وأطعم طريقة لكفتة البابا غنوج بطريقة سهلة جدا وبسيطة واقتصادية وطعمها رهيب. حكاية انسي أي طريقة كفتة انت عملتها. شفتي الجمال؟ بجد حلوة جدا وجوسي وطعمها رهيب. طعم الكفتة ذات نفسه خطيرة. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. شايفين الجمال؟ طريقتها سهلة جدا ما بتاخدش وقت خالص واقتصادية. بربع كيلو لحمه مفرومه عملنا الجمال دوت، وكمان عملنا العيش اللي عليها من فوق رهيب. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كلامنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معايا هنا بتنجانيه كبيره شويه او على حسب ما انتوا عايزين، دي حوالي نص كيلو. فتحتها من كل الجوانب. معانا فلفل رومي احمر، فلفل رومي اخضر، فلفل الوان احمر او اي حاجه انتوا عايزينها، 3 طماطمات، بصلايه حلوه، راس توم، وحطي عليها كده معلقتين زيت زيتون، ومعاها رشه ملح ورشه فلفل اسمر، وقفليها بالورق الحراري وهتدخليها معاهم الفرن. ونخلي بالنا لما نيجي نحط الورق الحراري نحط الاول ورقه زبده وبعد كده ورقه حراري عشان يبقى امن. بعد كده بقى هنحضر العجينه بتاعتنا. نص كوبايه ميه دافيه وعليها نص معلقه ملح ومعلقه زيت زيتون، ونحط كمان معاها نص معلقه سكر، ونقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا. هجيب بقى مكي دقيق واكون نخلاه كويس، وبعد كده هنزل على المكونات ديت، على المكونات السايله، واقلب كده مع بعض وابتدي الم العجينه بتاعتي واعجنها كويس جدا. لما لو احتاجت معايا دقيق تمام، ما احتاجتش معايا دقيق خلاص، لان بيختلف الدقيق من نوع لنوع، فممكن نزود معلقتين دقيق كمان. انا زودت معلقتين دقيق كمان وعجنتها كويس جدا. يا دوبك هي بص بيبقى فيها نسبه تلزيق بسيطه خالص، يعني بتبقى فيها نسبه تلزيق بسيطه خالص. هنلم العجينة بتاعتنا ونسيبها تختمر ونغطيها ونسيبها بقى تختمر لما تضاعف حجمها. وبعد كده هنبتدي نحضر الحشوة بتاعتنا او الكفتة بتاعتنا. حطيت اللحمة المفرومة معاها البصل بتاعنا، بصلاية كبيرة حلوة، فصين توم مفرومين، وحطيت فلفل اخضر قطعاه. البهارات اللي حطيتها ملح وفلفل اسمر وكزبرة ناشفة وبابريكا. ملح وفلفل اسمر، كزبرة ناشفة وبابريكا. الكزبرة الناشفة بتدي طعم حلو قوي قوي للكفتة. حطيت عليها كمان معلقه نشا ومعلقه دقيق، وحطيت كمان نص معلقه بيكنج باودر. بيكنج باودر دوت دوره ان هي بتخليها هشه، تخلي الكفتايه هشه كده وما تكشش مننا. والدور برضو بتاع الدقيق والنشا ان هي بتتماسك معانا اكتر. بس شايفين بقى الخضار بتاعنا طلعته وفك ازاي. انا لقيت معايا البتنجانيه بس كانت صغيره شويه، ف حطيت واحده كمان عشان انا عايزه الكميه. وغطيتهم مع بعض شويه، يعني انت غطيها، يعني اول ما تطلع غطيها بالغطا بتاعك يكمريها شويه كده لما تطرى معاكي شويه كمان. وبعد كده هتشوفي الخضار بتاعك هتلاقيه كله خلاص بقى سهل جدا التقشير بتاعه. هتشيلي القشره اللي فوق لان طبعا احنا سيبناه ولما كمرناه كده بالغطا استوى اكتر وطرى. بس هنروح جايين مقشرين بقى بتاع الفلفل والبصل والطماطم كمان، هتشيلي القشره بكل سهوله. كذلك البتنجان برضو هنشيل القشره بتاعتها، والفلفل الالوان برضو. يعني احنا هنقشر الخضار كله بيتقشر معانا بكل سهوله. بجد يا جماعه الطريقه دي رهيبه. هنبتدي بقى ان احنا نفرم الكلام ده كله مع بعض. عايزه تفرميه في الكب افرميه، عايزه تفرميه بالسكينه براحتك، بس انا حبيت افرمه بالسكينه عشان تبقى مش ناعمه دايبه خالص ولا ان هي تبقى خشنه قوي، فانا اقدر اتحكم فيها بالسكينه ان انا افرمهم انا مع بعض وامكسهم كلهم مع بعض كده. رهيبه رهيبه رهيبه. التوم بتاعنا بقى كمان كانت شوى بكل سهوله. بصي اضغطي عليه كده هينزل معاكي التوم الشوى معاكي. يعني طريقه سهله خالص. التوم وهو مشوي تحفه. هنحط البهارات بتاعتنا. حطينا ملح وحطينا كمون وشطه، ما حطيتش عليها حاجه تانية، ملح وكمون وشطه. واللي مش عايز شطه ما يحط الشطه عليها، ويمكس الكلام ده كله مع بعض كويس جدا لحد ما يتفرموا كلهم مع بعض. هي اصلا دي احلى طريقه سلطه بابا غنوج، خطير. هاتي بقى الصينيه بتاعتنا اللي هتنزل الفرن، حطي الزيت بتاعنا، اديها مسحه زيت من تحت. بعد كده نزلي خلطه البابا غنوج بتاعتنا وفرديها كويس جدا بالتساوي، وابتدي سوي الكفته بتاعتنا. ابتدي بقى صبعيها وصبعي الكفته بتاعتك على الحجم اللي انت عايزاها دواري، عايزاها صوابع، زي ما تحبي. وترصيها زي ما انت عايزه ترصيها زي ما انا رصيتها، صوابع جنب بعض. عايزه ترصيها بالعرض زي ما تحبي. رصي شكل الصينيه بتاعتك. عقبال ما خلصنا الكلام ده كله كانت العجينه بتاعتنا اختمرت، يعني ان احنا ما ضيعناش وقت. اختمرت العجينه بتاعتنا. هنبتدي ان احنا نفردها
نزلي برشه دقيق من تحت عشان هي فيها نسبه تلزيق بسيطه، ورشه دقيق من فوق، وابتدي افردي العجينه بتاعتك على حجم الصينيه بتاعتك. يعني شوفي حجم الصينيه وافردي العجينه على قدها بالظبط، كانك بتعملي بالظبط عيش. يعني بتفردي كانك بتعملي العيش بتاعنا، العيش الابيض اللي بنعمله على الطاسه من فوق. بس افرديها على حجم الصينيه، عشان انا زادت معايا شويه وفردتها اكتر، فكانت اكبر من الصينيه فكشكشت شويه. فنحاول ان احنا نفرد العجينه على حجم الصينيه بالظبط. بس كده هناخد بقى صفار البيض، نحط عليها رشه فلفل اسمر، وهنبتدي ان احنا ندهن وش العجينه بتاعتنا بالصفار البيض. لو عايزه تحطي معاها كمان معلقتين لبن ممكن تحطي عليها معلقتين لبن، بس انا حطيت صفار البيض معاها فلفل اسمر بس، ورشه حبه بركه من فوق، ورشه سمسم بجد رهيبه. حطي اللي انت عايزاه من فوق، حبه بركه بقى، سمسم، زي ما انت عايزه، اللي موجود عندك مش هيقول لا. ودخليها الفرن، مش هتاخد معاكي بالظبط في الفرن. اول ما العجينه معاكي تلاقيها استوت من فوق والاحمرت، هي من جوه تكون احمرت استوت. يعني لو من فوق العيش بتاعك احمر من فوق الحمار الحلو ده، يبقى هي من جوه خلاص استوت كده. ما بتاخدش بالظبط نص ساعه في الفرن. شايفين الجمال بتاعها؟ رهيبه وما بتاخدش وقت خالص. طعمها حلو قوي وريحتها جابت لاخر الشارع، جوسي جدا جدا، وشكلها يفتح النفس بجد، تفتح نفسك كده تاكلي الصينيه كلها. شايفين شكل العيش بتاعها؟ بجد خطيره. لو عجبكم الفيديو والطريقه ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. شايفين الجمال؟ شكل العيش بتاعها ومع الكفته مع سلطه البابا غنوج، تاكلي الكفته، تاخدي كده تاكلي الكفته مع البابا غنوج، بجد خطيره. هستنى ارائكم وتعليقاتكم وتقولي لي ايه رايكم في الوصفه بتاعتنا. شايفين العيش بتاعنا عامل ازاي؟ رهيبه 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 ومستويه جدا ومش محتاج اي وقت. اول ما العيش بتاعك يحمر، المهم في البوتاجاز على حراره 200، اول ما العيش معاكي يحمر كده من فوق يبقى كده خلاص تمام، استوت خالص ومش محتاجه تخش تاني الفرن معاكي او تقعد تاني فيها وقت، بالظبط نص ساعه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.